الجسر الإنساني الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بربطه بين المغرب والقطاع المكلوم ما زال مفتوحا، فبعد شحنة أولى عبرته قبل أيام ثلاثة، شحنة ثانية تصل اليوم إلى معبر كرم أبو سالم بعد أن أمنت النقل 3 طائرات عسكرية مغربية قرابة 40 طنا من المواد الطبية والأغذية والأغطية والخيام ضمن مبادرة ملكية من أجل تلبية حاجيات ساكنة غزة الرازحة تحت وطأة الجوع، ترسخ كذلك التزام المملكة وجلالة الملك تجاه الفلسطينيين. نتابع مراسلة لسعاد سعيتراوي. هي ثاني الرحلات الجوية تصل اليوم محملة ب40 طنا من الأغذية والأدوية عبر 3 طائرات عسكرية. تأتي هذه الرحلة بعد رحلة يوم الخميس الماضي المساعدات التضامنية الإجمالية التي أمر بإرسالها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، عبارة عن 180 طنا مما يحتاجه أهل غزة أمام وضع إنساني كارثي وغير مسبوق. تنسيق محكم عرفته هذه العملية الإنسانية الاستثنائية، حيث يتم إرسال المساعدات عبر شاحنات كبرى في مسار خاص، بحيث تصل بشكل سريع ومباشر للمجوعين في غزة. معطيات الصحة بغزة تؤكد أن القطاع دخل المرحلة الثالثة من المجاعة، ووفيات المجوعين في تزايد يوما بعد آخر. أما الوضع الصحي بالقطاع فقد انهار كليا. إرسال الأطنان من الأدوية يضمد بعض جراح الغزاويين. المبادرة الإنسانية المغربية كان لها كبير الأثر في قلوب الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم. الكل أثنى ورحب بمبادرة جلالة الملك، والكل قال بأنها ليست غريبة على المغرب.